بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا موضوع نتكلم عليه هو حامض اليوريك أسيد ومضاعفاته وتأثيراته على الكليتين. حامض اليوريك أسيد يتكون من تكسر مواد البروتينات الحيوانية وتحولها إلى مادة البيورين ثم الزانثين وطرحها عن طريق الكلى. هذه المادة إذا تراكمت في الدم تسبب مضاعفات، منها حصوات في الكلى، ومنها يستمر أيضا إلى تطور فشل كلوي وبحاجة إلى علاجات طبية مستمرة. حامض اليوريك الأسيد ممكن أن يتراكم بالجسم ويمكن أن يترسب في المفاصل والمناطق التي تحمل وزن الجسم مثل الكاحل والركبة، ويسبب ما يسمى بداء النقرس أو داء الملوك. وهذا سببه يا اما عدم طرح ماده اليوريك الاسيد بالبول بكميه صحيحه، او تراكمه بالجسم عن طريق الغذاء الغير صحي مثل المواد اللي فيها البروتينات الحيوانيه الكثيره، او مواد اللي بيها سكر الفركتوز، او مواد الكحوليه او الاغذيه الضاره. وبعض الاثناء ايضا الادويه، ايضا ممكن المدررات وغيرها من ادويه علاجات الضغط التي تزيد من ماده اليوريك الاسيد في الجسم وتعمل مضاعفات. فلهذا يجب مراجعة الأدوية والنظام الغذائي الصحي والابتعاد عن المواد الضارة، منها المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على عصائر فواكه والمواد الكحولية، ومراجعة طبيب مختص في هذا الأمر للحصول على علاج أفضل في هذا الموضوع. ولكم الشكر والتقدير. میهرەبانی دڵسۆزی و لێزانی